هو ايه ده يا جماعة بجد؟ يعني انا بصراحة لحد دلوقتي مش مقتنع باللي بصراحة الإدارة بدأت تعمله من تحركات في الميركاتو، من برضو يعني حاجات بصراحة أنا أول مرة أشوفها. يعني احنا بنتكلم دلوقتي 3 صفقات بقوا حرفيا توتنهام مركز عليهم. انا بصراحه لحد دلوقتي مش مقتنع لحد دلوقتي ان ممكن ان هو توتنهام يفكر ان هو يتحرك في ال3 صفقات مهمه زي دول. طبعا انا بصراحه واثق في ديزيربي، واثق ان هو هيغير حاجات كتيره في النادي، وبالذات ان الموضوع دلوقتي بقى في ايده هو. يعني فكره ان هو التحكم في الصفقات ده بقى في ايده هو دلوقتي، لدرجه ان هو بقى يطلب من الاداره، وفعلا الاداره بدات تتحرك وتنفذ المطالب اخيرا تبع ديزيربي. اسمع معايا الصفقات اللي توتنهام بقى مركز فيها وبقت هدف رئيسي لتوتنهام. فان هيكي، خلونا نبدا من ورا، من الصخره اللي هتقفل دفاع السبيرز تماما. الكلام كله دلوقتي على فان هيكي مدافع برايتون. اللاعب ده يا جماعه مش مجرد مدافع بيشتت الكوره، ده وحش في قراءه اللعب، بيلعب برجليه الاثنين وقوي جدا في الالتحامات البدنيه. ديزيربي عاوزه عشان يبني مع فان ديفين. صفقه بصراحه لو تمت انسى ان حد يخترق عمق توتنهام الموسم الجاي. ساندرو تونالي، نجم نيوكاسل. تونالي مش بس لاعب بيقطع الكور، ده ميزان في نص الملعب، بيعرف ينقل الفرقه من الدفاع للهجوم في ثانيه، وعنده جرينتا واصرار ايطالي هيموت عليه جمهور السبيرز. وبوجود تونالي في خط النص انت بتضمن لاعب يمتلك الملعب طول ال 90 دقيقه، وهي دي القطعه الناقصه اللي كانت بتضيع مننا الماتشات الكبيره. صفقه مهمه جدا في الميركاتو، ولو قدرنا فعلا ان احنا نخلص في الصفقه دي فانت يعتبر بمثابه كبيره ان انت فعلا خدت يعتبر احسن واقوى صفقه في البريمير ليج الموسم ده. بصراحه انا اتمنى ان احنا نخلص في صفقه زي دي، لان برضو الصفقه مش سهله. اللي بينافس على الصفقه ديت يعتبر ارسنال ومانشستر يونايتد. سافينيو، هنا بقى المفاجأة الكبرى اللي بجد ناس كتيرة بصراحة أنا مستغرب من جماهير توتنهام بتطلع وبتتكلم وبتهاجم الصفقة، بتقول إن الصفقة ممكن ما تنفعناش، إن الصفقة بصراحة ممكن ما تفيدش توتنهام بطريقة أو بنسبة كبيرة. بصراحة أنا شايف الصفقة كويسة جدا. يعني صفقة زي سافينيو مهاجم طبعا سريع، وما نحكمش يا جماعة يعني، واللاعب أصلا لسه ما جاش توتنهام. بصراحة أنا شايف إن الصفقة كويسة جدا. يعني بصراحة صفقة زي سافينيو هتفيد توتنهام بشكل كبير جدا، وبالذات لما يكون تحت قيادة ديزيربي. بصراحة مهارة برازيلية خام، سرعة مرعبة، 1 ضد 1 يقدر ان هو يثبت اي مدافع في مكانه. شاركوني رايكم في الكومنتات، مين اكتر صفقة من ال3 دول شايفين ان توتنهام محتاجها فورا؟ ما تنسوش اللايك المتين والسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.